السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالله عليكم اللي يشاهد الفيديو يسمي بالله ويصلي على رسولنا الكريم حبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللايكات الحلوة بتاع عم مصطفى بالله عليكم فضلا منكم طبعا وليس امرا، واللي ما اشتركش في القناه يشرفني اشتراكه ويبقى جزاك الله كل خير. طبعا زي ما انتم شايفين الفيديو من عند الفراخ البيضه الكبيره، والنهارده عمر الفراخ 28 يوم. النهارده عمر الفراخ 28 يوم ان شاء الله، يوم وان شاء الله يوم كمان ويوم في عمر ال 30 ان شاء الله، وزن لكم ميزان ال 30 يوم. طبعا زي ما انتم شايفين العلف يعتبر خلصان، مفيش الا العلفه دي فيها حاجات بسيطه، والسقايه يعتبر خلصانه والتانيه بس. برضو نرجع ونقول ايه؟ نرجع ونقول في ميه وفي علف، في ميه وفي علف، يعني الاثنين موجودين، الاثنين موجودين. الشتاء بيحب الاكل الكتير، الشتاء بيحب الدفى، الفرخ بياكل بيدفى، الفرخ بيسحب في العلف يشرب ميه. طبعا الحاجات دي كلها ما نقدرش ان احنا نبعدها عن الفراخ يا جماعه، وخصوصا الاكل في الشتاء، وخصوصا الاكل في الشتاء. الاكل هو اللي بيدفي الفراخ، الاكل هو اللي بيدفي الفراخ، والفراخ بتسحب في الاكل في الشتاء اكتر من الصيف. في الصيف العكس، الفرخ بيشرب ميه اكتر ما بياكل، لكن في الشتاء حلاوته بقى ان الفرخ معاكي بياكل اكتر ما بيشرب ميه. الجو بيبقى ساقع والفرخ بيدفي نفسه بالاكل. فيا جماعه لا ميه ولا اكل تحرموا الفراخ، لا ميه ولا اكل. وخلي بالكم فراخنا قربت كده على 30 يوم، كل ما الفرخ بيكبر كل ما مناعته بتقل، كل ما الفرخ بيكبر كل ما مناعته بتقل. الفرخ وهو عمره يوم لغايه 20 يوم بيبقى عايز دفع وعايز يعني وعايز تدفئه كويسه. عايز دفع يعني عايز تدفئه كويسه، لان لسه بيبقى عنده مناعه ما بنقلقش من لمته. بعد ال 20 يوم بنضطر ان احنا نقلق بقى من كل حاجه. فرخ مناعته بتقل، عايز تهويه كويسه، مش عايزين انت تكتمي عليه، كتمتي عليه بيجي له احتباس حراري. لازم الفرشه تبقى تحته نظيفه، لان الفرخ بيكبر من هنا ومناعته بتقل من هنا، مش زي ما يكون لسه عمر يوم عنده مناعه. فخلوا بالكم من الحاجات دي. الناس اللي بتكتم على الفراخ وتقول ده الجو ساقع والجو برد، لا، ظبطي التدفئه وظبطي التهويه، ظبطي التدفئه والتهويه، ما تكتميش على الفراخ. ظبطي تهويتك وخليها على طول هي مره واحده، ما تتنكيش تفتحي شويه وتقفلي شويه وتقفلي شويه وتفتحي شويه. هي التهويه هي اهي، التهويه هي ما بغيرهاش في الشتاء خالص. اهي الباب زي ما انتم شايفين شتوي اهو، والتهويه بتاعته اهي. وهنا البلكونه قافلاها بشكاير قافلاها خالص. فخلي بالكم من الموضوع ده، خلي بالكم الناس اللي بتكبر دماغها وتقول لك ده الجو ساقع، ده الجو، والناس اللي بتجيب الكتاكيت وتحضنها على لمبه واحده، لمبه 100 او لمبه 200. واللمبه ال 100 دي يا جماعه يا ريت ما تحضنوش عليها كتاكيت خالص. اللمبه ال 100 دي يا ريت ما تحضنوش عليها كتاكيت خالص، ولا بتدفي ولا لها اي لازمه. اللمبه ال 200 كويسه، بس برضو حسب المكان عندك. لو عندك المكان بحري وبتربي في اوضه بحري زي اللي انا جبت فيها الكتاكيت البيضاء الصغيره كده، على اقل حاجه عايزه لمبتين 3 وتلمهم في كرتونه ولا في صندوق خشب زي ما انا عامله. يا ام مصطفى كتير والله هو كده. هي التربيه مكلفه، تعب وشقى وعلف وعنايه وإعشاب وخلطات وكهرباء وفرشه وكل حاجه يا جماعه، سواء تبني سواء نشاره سواء ارضيات بلاستيك. هي تربيه الطيور مكلفه، فانت هتجيبي الحاجه قدها جيبيها، مش قدها بلاش تجيبيها. اللمبه ال 100 ما تنفعش ببصله، لمبه 200 عندك مثلا اوضه قبلي زي كده حطي لمبه 200، كل لمبه 200 لمبتين 3 كمان. لا هتفرق بقى في تحضير الكتكوت عمر يوم. لا بحري من قبل لازم انا عايز تدفئه. فراخ عندي اهي قربت على 30 يوم وانتوا معايا من اول الدوره، ومش دي بس، اللي قبلها واللي قبلها. ووريكم امبارح 3 لمبات بصوا، 3 لمبات على مستوى متر، 3 لمبات قدامكم اهو، بس بين الفراخ واللمبات متر بس. الاوضه عايزه اقول لكم جميله جميله جميله. وبرده الفراخ هي اللي بتتكلم مش انا. بصوا الفراخ طول ما هي بعيده عن بعض كده كده انت مظبطه تهويه وتدفئه بفضل ربنا. خلي بالكم من الموضوع اللي زي ده، علشان الناس اللي بتحضن في لمبه والفراخ بتقول ملمومه على بعضها، والفراخ ما يعني تحت اللمبه كده سقعاني، كده سقعاني. انت معليه اللمبه مثلا متر ولقيتي الفراخ ملمومه، نزليها كمان مش مشكله 50 سم 30 سم. المهم الفراخ لو هتنزلي والفراخ هتتفرد على بعضها
خلاص نزلت والفراخ ملمومه، انت عايزه لمبه كمان، طبعا مع التهويه. ما ينفعش برضو تكتمي على الفراخ، لازم التهويه عندي من اول عمر يوم الكتكوت لغايه اخر الدوره، هي تهويه واحده ما بغيرهاش، هي التهويه بتبقى عندي واحده بس. صلوا على الرسول. وطبعا انا كنت حتى الصبح، انا بصور معاكم دلوقتي بالليل، كنت حتى النهارده عمري 28 يوم زي ما احنا متفقين، وكنت حتى الصبح اللهم صل على سيدنا محمد مغيره الميه، وكنت حتى فيها عسل ونسبه خل. عسل بيفتح الشهيه، بيزود الوزن. اللهم صل على سيدنا محمد بيخلي الفراخ شهيتها تتفتح وبتسحب علف اكتر، وبيزود الوزن بطريقه رهيبه. العسل منشط للكبد، بينشط الكبد، والخل مضاد سموم، وبيشيل اي كتل، اي عروق دم في اللحم او في الكبده بيشيلها، بينظف جسم الفراخ. بسم الله ما شاء الله. الفرخه بصوا، فراخ اهي بصوا يا جماعه، انا بوريكم جسم الفراخ من بعيد اهو عشان الناس تركز على الفراخ وهي داخله. لقيتوا فرخه مزرقه، خلي بالكم اهو فراخ. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، حمار وحلاوه، اللهم صل على النبي، ان شاء الله ولا قوه الا بالله. واعزكم الله صدفه وانا بس بوريكم جسم الفراخ. بصوا الفضلات لاني عماله ابص مش لاقيه اهو، فضلات كلها زي بعضها اهي على حسب ما بلاقي بوريكم. خلي بالكم يا جماعه، ال20 يوم الاخرانيين بيبداوا من هنا، والقلق بيبدا معاهم من هنا. يعني اول 20 يوم دول، وبالذات اول اسبوع حضنت فيه الكتاكيت صح، هتاخدي دوره ناجحه. ومع طبعا الاهتمام بالتدفئه والتهويه والفرشه، واللي حمام الفراخ تبصي عليه، وجسم الفراخ تبصي عليها، وصوت الفراخ فيه برد. طبعا احنا قايلين الكلام ده كذا مره وبنقوله تاني عشان الناس اللي بتخش معانا القناه دي. في حاجات كتير لازم نعرفها عشان نبقى كويسين ونبقى عندنا خبره اكتر في تربيه الفراخ. في ناس بتقول التدفئه وفرشه وتهويه، لا انا بقول تدفئه وفرشه وتهويه. وتبصي على حمام الفراخ، تبصي كده تصنطي على صوت الفراخ لو في برد، تبصي على جسم الفراخ لو مزرق، تحطي مضاد سموم من البيطري او خل. في حاجات مهمه جدا لازم الناس تعرفها، الناس عارفه ان هم 3 حاجات لازم نظبطهم: تهويه وتدفئه وفرشه نضيفه. لا اللي يقول لك كده بيضحك عليك. في حاجات كتير لازم نهتم بالفراخ فيها، ماشي؟ صلوا على الرسول. طبعا احنا مش بنحط عسل، احنا بنحط عسل وخل كل يومين مره، او يوم ويوم مره، او لو كل يوم وبتبقى هي مره واحده. وما بنكترش في العسل، ماشي؟ وما بنكترش في الخل. هتكتري في العسل حتى لو الحمام كويس هيسيبك، هتكتري في الخل على قد ما بيعالج مضاد سموم، بس كتر الخل بيهري الكبد. فاحنا عايزين على قد ما نقدر بالراحه، مش نكب، لا كل حاجه بالعقل. طبعا احنا مش هنحط اي حاجه خالص الا ميه بس. طبعا السقايه مخلصينها، وهنا برضو مخلصين، فاضل ربعها ميه بس. والعلف هنشوف هنحط عليه ايه، بس اهم حاجه تسمعونا سمعونا الصلاه على حبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. بصوا بقى، اللهم صل على النبي، رغم ان احنا شايلين الميه من قدامهم، بصوا جم على الميه اهو، ميه بس من غير اي حاجه. مش ليل نهار نحط خميره وعسل وحلبه لا، ان شاء الله نعمل برضو الحلبه معاكم المغليه، وان شاء الله بامر الله هنحط العسل عليها والخميره الفوريه دي، ممتازين جدا لزياده الوزن. ال3 حاجات دول بس لو ما فيش عند الفراخ اسهالات حطوهم. في اسهالات ما ينفعش تحطوا ال3 حاجات دول، قلت قبل كده عشان بيزودوا الاسهالات اهو. اللهم صل على النبي. الفراخ كلها بتشرب اهي، الاغلبيه. صلوا على الرسول. وتعالوا بقى نشوف هنحط اعشاب على العلف. بصوا بقى، صلوا على الرسول كده، شويه اعشاب يدفوا الفراخ كده، وحلوين جدا جدا، وضد حيوي طبيعي، وحلوين جدا للتنفسي وللمعوي من الاخر، وزياده الوزن وكل حاجه، ومضادات سموم وكل حاجه. اعشاب طبيعيه ومفيش احسن منها. معاك يا ام مصطفى. وفي بقى حاجه جديده حطيتها دي بقى، عايزه اقول لكم عليها دلوقتي. سمعونا الصلاه على النبي وتعالى. طبعا دي زعتر مطحون. الزعتر دي يا جماعه ممتاز جدا جدا في التنفسي، الزعتر. وطبعا معانا شعير مطحون، غسيل كلوي، كركم، مضاد حيوي ورافع مناعه، ومضاد للفيروسات، ومضاد للكساح، صيدليه. وزي ما بنقول كل مره،
جنبه خميره فوريه لزياده الوزن، جنبه اللهم صل على سيدنا محمد حبه البركه مضاد سموم طبيعي وهنا قرنفل بيزود الوزن وحلو جدا جدا للتنفسي برضه. وطبعا بقى معلقه، نص معلقه او معلقه صغيره شطه. معلقه الشطه دي بقى يا ام مصطفى شطه يا جماعه، شطه حمرا. معلقه الشطه دي بقى مضاد للكساح، مضاد للفيروسات، وبتدفي الفرخ، بتدفي الفرخ في الشتاء، ممتازه جدا جدا في الشتاء. في الصيف محدش يحطها خالص، في الصيف لو هي ولا الجنزبيل ولا القرفه، التلات اعشاب دول في الصيف محدش يحطهم، بيسخنوا جسم الفراخ وبيتعبوا الفراخ. لكن في الشتاء الجنزبيل والقرفه والشطه بيدفوا الفراخ، ومضادات كلها للفيروسات، وبالذات الشطه رقم 1 مضاد للفيروسات الشطه، وبتخليهم يسحبوا في العلف، وبتدفي الفرخ، وبتدفي الفرخ. دي الشطه، يعني عايزه اقول لكم عامل اساسي في تربيه الفراخ البيضاء في الشتاء. ماشي، سمعونا الصلاه على النبي. هنمسك الاعشاب دي كلها نقلبها مع العلف ونفرغ في العلافات. اللهم صل عليك يا نبي. طبعا زي ما انتم شايفين حطينا ال3 علافات. بس عايزه اقول لكم على حاجه مهمه، الشطه من عمر 15 يوم زيها زي الحلبه، الشطه من عمر 15 يوم، مش من اي وقت تدوا شطه. لما فرخ عمره 15 يوم تدوا الشطه، والحلبه نفس النظام. الشيح من عمر 8 ايام، الشيح من عمر 8 ايام، العسل من عمر يوم، الخل من عمر يومين 3 زي ما انت عايزه. مش اي حاجه كده نديها للفراخ في اي وقت، لا، في اوقات ندي الفراخ فيها. مش عارفه في جنح فرخه كده بيجيب دم، وانا بسجل معاك وهروح اشوفها، بس هشوفها كده ما طلعش دم. طلع باين فرخه عامله حمام لمست الجنح بتاع الحمام، يعني لمس الجنح بتاع الفرخه. بطمن اصلا يا جماعه. في حاجات مهمه عايزه اقول لكم عليها، او في حاجه مهمه عايزه اقول لكم عليها، لاني برضه انا افتكرت لما شفت جنح الفرخه بحسبه متعور، اقول لكم عليها. جالي تعليق واحده بتقول لي يا ام مصطفى فرخه بتجيب دم من جنحها او من رجلها او من راسها، احط لها ايه؟ بيتادين جروح. عندك فرخه متعوره سواء رجلها جنحها دماغها اي مكان في الفرخه متعوره، حطي بيتادين جروح بشري، حطي بيتادين جروح بشري على الفرخه. لا هتبصي تلاقيها مش هتيجي، قبل ما تيجي تحطي تاني هتبصي تلاقيها بسم الله ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه. ماشي، دي بقى الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ورضاكم. بس بالله عليكم اللي يشاهد الفيديو يحط لنا اللايك فضلا وليس امرا، ويبقى جزاك الله كل خير. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.